مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. كل مره بقول مش هتاخر عليكم، بجد بتاخر، فمش هنبرر كتير يعني. المهم ان انتوا وحشتوني قوي، واللي عندي على الانستجرام هيكون عارف اخباري. والله العظيم بجد يعني من الحاجات اللي انا نفسي انتظم فيها هي ان انا اصور لكم هنا على طول، لان انا زي ما قلت لكم قبل كده انه انا بحب اليوتيوب جدا. بس انا مشكلتي في حاجه في تصوير اليوتيوب ان انا عايزه كل حاجه تبقى بيرفكت، كل حاجه تبقى على المسطره. فبصراحه حاسه انه لا، ده مرهق جدا عليا، وحاسه كمان ان ده مش حاجه صادقه ان انا اطلع الفيديو بيرفكت قوي. فعادي ايامنا مش كلها بيرفكت، فعلشان كده انا بصور دلوقتي وصوت بنتي في الخلفيه. انا ما كنتش ممكن اعمل كده يعني. فيا نصور مع بعض كل يوم، واصور لكم واشارككم بقى حياتي بعمل فيها ايه كلها، بالحلو بالوحش. يعني نستنى بقى لما نطلع فيديو بيرفكت وشوتس بيرفكت والحاجات دي. فانا بصراحه اخترت انه انا هصور لكم حتى في اسوأ الظروف، وانا تعبانه هصور لكم، وانا متضايقه هصور لكم، وانا مش احسن حاجه هصور لكم. اليوم الحلو هصور لكم فيه، والوحش كمان هصور لكم فيه، علشان بس نبقى عارفين ان الايام كلها مش حلو بس، مش وحش بس. فانا اخترت الخيار الاول ان انا هصور لكم في اسوأ الظروف. والدليل على كده ان انا بصور لكم دلوقتي. بنتي تعبانه، الساعه دلوقتي داخله على 7 بالليل. بنتي تعبانه جدا، عندها كحه. ده طبعا دي تقريبا سادس مره تلبس في الدور من اول ما الشتاء ابتدى يعني. فالمفروض ان احنا عندنا ميعاد للدكتور الساعه 10. فانا هتوضى اصلي العشاء دلوقتي لانها لسه مأذنه دلوقتي، وهلبس وهطلع نخرج اكل بره لان انا ما اتغديتش. مش عارفه يعني، ماما كانت عامله اكل، كان عندي امتحان النهارده وماما كانت عامله اكل، بس مش عارفه ليه ما اكلتش. هطلع اكل بره، ممكن عايزه اروح الملاهي، مش عارفه ليه تاني. فهصلي العشاء وهجهز معاكم ونلبس وننزل، علشان بقالي فتره ما خرجتش، يعني بقالي كتير قوي، اكتر من اسبوع وشويه ما خرجتش خالص. تعالوا نجهز مع بعض علشان نروح للدكتور. هداوي الخلقه دي، بس وصلني اوردر الاول، فتعالوا نفتحه مع بعض. طبعا انا عارفه من فين الاوردر ده من شركه بتعمل فيتامينات للشعر، فبعتولي اجرب الفيتامينات بتاعتهم. هم بيقولوا ان هي المفروض للشعر والضوافر وكده، بس اكتر حاجه يعني هي الشعر. المهم فبعتولي اجربها وقالوا لي قولي رايك بمنتهى الامانه والصراحه. فده كده شكله، وهو اسمه هير سكينو اهو. في طبعا 3 شريط. ده كده شكل الشريطان. هجربهم طبعا الفتره الجايه من بكره ان شاء الله. احنا المفروض بناخد قرص بعد الفطار وقرص بعد الغداء، فهجربهم بما انه شعري، انا قصيت شعري وشعري بينزل جدا جدا. هجربهم الفتره الجايه واقول لكم رايي فيهم. بصوا، هرطب بشرتي بالبنسينول ده. انا مش عارفه والله، هو جوزي جابه من الصيدليه امبارح، بس انا حاسه ان بشرتي بجد محتاجه ترطيب. انا مش عارفه اصلا اذا كنا بنرطب بيه بشرتنا ولا لا، بس انا بشوف ناس كتير قوي بتستخدمه، وانا قبل ما اتجوز كنت بستخدمه، فهرطب بيه بشرتي. بنحط ميك اب. عايزه اديكوا ابديت سريعا عن اللي حصل لي الفتره اللي فاتت. طبعا الفتره دي كلها امتحانات، فانا بمتحن دلوقتي، فطبعا ضغط جامد جدا جدا عليا. ده غير الحضانه بتاعت سيليا، فدي برضو ضغط تاني. ده غير كمان انه انا قدمت في شغل، انتوا لو عندي على الانستجرام هتكونوا عرفتوا. قدمت في شغل واتقبلت فيه، فانا حاليا بشتغل. طبعا انا مش هقدر اقول تفاصيل عن الشغل غير لما اشوف، لان انا بصراحه يعني ايه، مش مرتاحه قوي. فلو ارتحت وكملت هقول لكم طبعا، لو ما ارتحتش خلاص يبقى كأن شيئا لم يكن. سرحت حواجبي. اشتريت الفتره اللي فاتت الباليت دي من براند اسمها بيبي روز، حلوه قوي والوانها خطيره. اشتريت كمان كونسيلر، ده سمعت عنه قصايد بتاع ان حط منه دلوقتي، هو التغطيه بتاعته حلوه بصراحه، فهستخدمه. طبعا انا شغاله لبنتي التلفزيون، شايفين خربشتني حالا هنا، بهدلت لي وشي. ساعات بيطلع منهم حركات اللي هو عايزه اقوم اعجنك حالا. المهم انا حطيت الكونسيلر، هدمجه سريعا كده لانه بينشف بسرعه. والله يا جماعه انا ما عندي طاقه اعمل اي حاجه. انا اسفه على كميه الطاقه السلبيه دي، بس انا مضغوطه جدا الفتره دي. حط بقى الروز جولد ليكويد بلاشر ده، الدرجه بتاعته تحفه خطيره. هدمجه بقى، وانا بدمج البلاشر على فوق شويه. اوكي، سامعين تقح بره؟ انا مستعجله قوي، فعايزه اخلص
عشان هي بجد بجد تعبانه. انا بحط ميك اب ليه بقى؟ علشان ممكن زي ما قلت لكم ممكن نخرج فيبقى شكلي مهندم نوعا ما. كمان الكومباكت باودر دي مش عارفه ادي عليها اي انطباع علشان مش عارفه، بس كنت بستخدم الكومباكت باودر بتاع توب فيس، حلوه قوي قوي بس غاليه قوي وخلصت يعني خلاص، فاعتقد ان انا مش عارفه اشتريها تاني ابدا. حطيت الماسكارا من غيركم. هنعمل بقى الليب كومبو ده، الليب لاينر بتاع ام ان. يا جماعه ما بستثمرش في الميك اب قوي، يعني بجيب براندات عاديه، سيبال، فلورمور، لارين، البراند دي حلوه قوي وبتعمل ميك اب حلو، روز جولد، روز بيبي، الحاجات دي. انا بستثمر في حاجات تانية غير الميك اب بصراحه. الحركه بقى اللي بقيت بحب اعملها مؤخرا هي ان انا اجيب اي هايلايتر واحطه في كورنر العين هنا. هجيب من البانل دي وهحطه هنا. انا ما كنتش بحب الحركه دي بس لا حلو، بتدي لوك كده حلو وناعم. شايفين؟ لا شكلها حلو. اعمل لها بس سريعا سندوتش زبدة فول علشان هي من كتر التعب بجد ما اتغدتش كويس، فعمل لها سريعا كده سندوتش ناخده معانا علشان ما نضطرش ان احنا ناكلها اي حاجه من بره. حتى لو اكلنا بره، لان زي ما قلت لكم انا ما اتغديتش، فممكن اكل بره يبقى هي شبعانه. وزبده الفول السوداني دي احلى حاجه تعملوها للاطفال، يعني تفردوها في سندوتش تودوها للاطفال. تركيبه واحده ماشي. دخلك تعالي تعالي. يا صباح الفل. مش فاكره اخر حاجه صورتها لكم امبارح ايه، بس يوم امبارح كان متعب وجينا متاخر قوي قوي. وطبعا بنتي طلع عندها دور برد عادي جدا، بس طبعا احنا دور البرد ما يعديش علينا عادي كده، احنا دور البرد يقرفنا معاه. وبعدين بنتي كمان حساسه قوي ف بتهول المواضيع. انا اشتريت السلوبيت دي امبارح، عجبتني قوي قوي، وانا بحب اصلا البرنت دي فاشتريتها. بنسينول ده خطير خطير. رطبت بيه بشرتي امبارح وبرطب دلوقتي. انا اتوضيت هقوم اصلي وبعد كده هعمل لي فطار، ولازم لازم لازم اوضه النوم تتروق النهارده، ما ينفعش خلاص كده يعني. بجد التسريحه كارثه، الهدوم ورايا كارثه، كل حاجه كارثه، فلازم تتهندل النهارده، ده اجباري. طبعا كمان لازم اعمل اكل، يعني انا بقالي كتير كتير بجد ما طبختش، يعني داخله في اسبوعين انا ما عملتش اكل. حتى على الانستجرام بقيت بشاركهم ستوريز عاديه كده لحاجه انا بشربها، لخروجه، لصوره حلوه، انما ما بقتش اشارك اي فعاليات خالص للاكل بقى والروتين اليومي للحاجات دي. انا بصراحه بقالي كتير قوي مهمله البيت وما بعملش اكل الاتنين، مع ان انا في الشتاء بجد بكون اكتف جدا. يعني لو ما بعملش اكل في الصيف فانا معايا عذري، انما في الشتاء خير. المهم قولوا رايكم في السلوبيت دي تحت. حتى بس لير جلاس، ارش بقى شويه بودي سبلاش واروح اعمل لي افطر ونيجي نروق مع بعض المهزله والكارثه اللي حاصله دي. انتوا مش متخيلين اصلا منظر التسريحه بجد عامل ازاي. شكل التسريحه قبل ما نروقها، ولو سمحتوا محدش يقول عليا معفنه. ايه الهبل ده؟ كل حاجه مش في مكانها، حاجات ملهاش علاقه ببعض محطوطه. ده كده شكلها قبل ما اروقها، واوريكم شكلها بعد، لان احنا لو روقناها سوا مش هنخلص والفيديو هيطول بجد قوي. بصوا انا غبت حبه حلوين يعني بجد ساعه كده ولا حاجه. شلت كل حاجه على التسريحه ورجعتها مكانها، لسه ما مسحت. فرشت السرير هنا بالطقم الابيض كله اللي هندم بعد ساعه بالظبط ان انا فرشته. لسه لي بقى تلميع كل المرايات والحاجات بتاعه الاوضه والخشب وكله والارضيه. شايفين الارضيه بجد بنتي عامله فيها ايه. فيلا بينا. اعتقد ان احنا قطعنا شوط كبير قوي قوي. لسه بس تلميع زي ما قلت لكم. الخشب انا بستخدم الملمع ده بتاع الخشب من فريده، ريحته خطيره. وبستخدم ملمع الزجاج ده من جلاسي، وهلمع بقى كل المرايات والخشب، وبعد كده هكنس الارض وخلاص كده يبقى كده خلاص فنشنا.
خلص وش بقى برفيوم. مفيش غدا النهارده، كنت ناويه بقى اصور معاكم غدا وكده، بس الغدا جه من بره، جبنا رنجه فخلاص يعني. المهم هنعمل هوت شوكليت مع بعض، وانا على الانستجرام عملت معاكم بودرة الهوت شوكليت. مش عارفه انا نزلت شورت هنا على يوتيوب ولا ايه. المهم يعني عملت البودره بقى من الاول. لو ما شفتوش الفيديو فانا حطيت كوبايه كاكاو خام، واهم حاجه نوع الكاكاو يكون كويس. حطيت نص كوبايه لبن بودره، وحطيت نص كوبايه من الشوكولاته المبشوره، وحطيت كمان فانيليا ونص كوبايه نشا. وايه تاني، ما حطيتش سكر بصراحه لان انا بحب احط سكر ساعه ما اعملها. وحطيت كمان معلقه نسكافيه وكيس فانيليا. بس دي الحاجات اللي انا عملتها. وبيبقى عندكم احلى بودره هوت شوكليت. اعملي بقى كوبايه علشان انا خلاص بنتي، انا مش عايزه اقول لكم هي عملت ايه النهارده والله العظيم بجد. انا مش اللبن اتكب. اللبن احنا بنمسحه بمنديل، ما بمسحوش بفوط المطبخ خالص. حطيت معلقتين صغيرين من البودره، وهحط سكر بقى حسب ما انتوا بتحبوا تحلوا، وهقلب كل ده مع بعضه وبس. بقى عندنا احلى هوت شوكليت. انا جايبه هنا شوكولاته علشان احطها فيها بعد ما تخلص عشان تديها طعم كمان. شوكليت تستوي وتغلي. عايزه اقول لكم على حاجه، انا هنا وموجوده علشان نشارك الرحله سوا، نسلي نفسنا. يعني انا هنا بسليكوا، لو في حاجه حلوه بصورها بعملها، لو في حاجه وحشه برضو بقول لكم عليها. فاحنا هنا علشان نسلي بعض ونمشي الايام مع بعض. زي ما قلت لكم ان شاء الله الفتره الجايه عايزه انتظم هنا، ان انا بحب هنا، وانا بحب ان احس ان في حد بيشاركني. يعني انا فاتحه الموبايل بحس ان انتوا كلكم بتشاركوني اليوم بتاعي. ان شاء الله الفيديوهات الجايه اوعدكم ان الفيديوهات الجايه، وانا بدبس نفسي حالا قدامكم، ان الفيديوهات الجايه هتكون تحفه، هتكون طبيعيه اكتر، هتكون حلوه، هنعمل فيها حاجات مفيده، وهنعمل فيها حاجات كمان مش مفيده عادي. مش كل الايام بتبقى مفيده، ومش كل الايام بننجز فيها، ومش كل الايام بنعرف نعمل فيها حاجات. عشان تبقوا عارفين يعني في ايام بتعدي علينا احنا بنعملش اي حاجه، احنا قاعدين بس مبلمين وخلاص. اللي انا عايزه اوصله لكم ان شاء الله نسلي بعض، نعين بعض على الرحله، نعين بعض على الايام. لانه والله العظيم بجد الدنيا صعبه على الكل. والله العظيم الايام صعبه على كل واحد في حياته، حاجه معكنين عليه عيشته، حاجه ناقصه. مفيش حد كامل ابدا مهما كانت الصوره واضحه لكم ان هي كويسه، وان هو عيشته بيرفكت، وان كل حاجه عايزه بيشتريها. فاللي ورا الكواليس دايما بيكون صعب. هنا عشان نبقى طبيعيين اكتر، علشان نعمل كل حاجه سوا، وعشان اشارككم كل حاجه انا بعملها. ان شاء الله سنه 2026 انا عندي امل في ربنا انه انا اقدر اعمل حاجه هنا على اليوتيوب. نزل طبعا عن شكلي ده اكتر مج لقيته لايق على اللي انا لابساه. انا غسلته لانه كنت شاربه فيه امبارح، غسلته بنشفه بالمناديل وهشرب فيه. طب بامانه مش حاسينه لايق على اللي انا لابساه، ابيض وفيه اسمر كده من هنا، فحاساه اكتر حاجه لايقه. انا عندي مجات بيضه ساده وعندي مجات سودا، بس لا ده حاساه حلو قوي. استنى بقى الهوت شوكليت لما تستوي وهصبها، واعتقد ان انا هقفل معاكم الفيديو لحد هنا. متنسوش تقولوا رايكم في فيديو النهارده، وان شاء الله انتظروا فيديوهات جايه كتير حلوه قوي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.